الناس اللي محتاجة تعمل لحمة وخايفة اللحمة متطلعش دايبة كده زي ما بنشوفها مع براك ونشوفها مع وصفات كتير أوي ونشوفها على النت. تعالوا مع بعض نعمل تتبيلة حلوة جدا للحمة، حلوة جدا لكل اللحوم، وسهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. هنعمل مع بعض تتبيلة في اللحمة بجد حلوة قوي. شايفين لون اللحمة عامل ازاي؟ هقول لكم على السر اللي بيطلعها اللون ده عامل كده وفي نفس الوقت الطعم الرهيب، وهتديكي طعم الشوي. هقولك هنعملها بطعم الشوي من غير ما نشويها ازاي. شايفين اللحمة طرية ازاي، جوسي جدا، لونها ذهبي، مش محروقة ولا اي حاجة خالص، وطرية جدا جدا. ممكن تتاكل مع الرز، ممكن ناكلها مع العيش والطحينة والسلطة وبس. بجد تتبيلة، الفيديو ده للتتبيلة مش عشان اعمل الرز ولا اعمل السلطة ولا اعمل كمان الطحينة. التتبيلة الفيديو ده للتتبيلة بتاعة اللحوم وبالذات اللحمة. بجد رهيبة رهيبة يا جماعة. هتجربوها وهتقولوا لي رأيكم ايه. عندك هنا اي كمية لحمة انت حباها. انا هنا حطيت تقريبا كيلو او كيلو ونص من اللحمة، ما بين اللحمة الريش واللحمة الشرايح. الناس هتقولي الشرايح ازاي هتستوي مع الضاني؟ بتقلقيش، الشرايح بتستوي بسرعة جدا لما يكون عاملة لها تتبيلة في الفرن. غسلتها طبعا وابتديت ان انا ارصها في الصاج بتاعي اللي انا هبتدي اسويه فيها في الفرن. جبت بقى الكبه بتاعتي، جبت الخلاط، هتعملي بالهاند بلندر. هحط زبادي، هتحطي زبديتين عشان كميه اللحمه بتاعتي هنا كبيره شويه. هحط معاهم كده طماطمتين او 3 طماطمات في الكبه بتاعتي، واحط كمان معاهم بصلايه كبيره او بصلتين صغيرين كده، اقطعهم على 4 عشان تبقى سهله دي تتضرب في الكبه بتاعتي، وملح وفلفل اسود وتوابل لحمه وبس. ولا هحط بقى حاجات كتير من التوابل اللي احنا بنحطها كده، ده فلفل اسود وتوابل لحمه وبس وملح. ضربتهم في الخلاط كويس جدا او في الكبه بتاعتي، وابتديت انزل عليهم في اللحمه كده. هسيبها ساعه بس. ممكن لو عايزه تتبليها في البيت مش هتديكي طعم احلى كمان. هتبلها وبعد ما احطها ساعه هدخلها الفرن على درجه حراره 180. هتاخد من نص ساعه لساعه الا ربع. اللحمه الضاني مش بتاخد سوا نهائي. شايفين اللون بتاعي بقى ما كمان كل ما تهدي عليها النار كده. مش هحطها على الرف الاوسط، مش هحطها على قريبه خالص من النار، على الرف الاوسط. وهي بتستوي كده هعمل السلطه معاكم. هنا السلطه بقى طماطم وخيار بس. عندك طماطمتين وخيارويه كده هقطعهم مكعبات. واول ما بتقدميها بتحطي عليها الملح، ما تحطيش عليها ملح الا ساعه التقديم بس. التتبيله بتاعت اللحمه دي بجد رهيبه رهيبه يا جماعه، ان شاء الله تعجبكم. هقطع كل السلطه كده، الطماطم والخيار. وخلاص اللحمه دخلت معايا في السوا، وانا كنت كمان عامله الرز. احنا طبعا عملنا الرز الاصفر قبل كده او الرز اللي بالكركم. عملت معاكم الوصفه كذا مره، لو حابين تخشوا على الفيديوهات هتشوفوه موجود عندكم في الفيديوهات بتاعتي. اللحمه استوت معايا كده، ما خدتش معايا تقريبا نص ساعه. هحط بقى فحمايه بقى كده وحبه زيت عشان تديني طعم الشوي. بجد رهيبه. هغطيها كده كويس قوي 10 دقايق، وبعد كده ابتدي اقدمها بقى مع السلطه بتاعتي، مع الطحينه بتاعتي البيضه اللي انا كنت محضراها. الرز ممكن تاكليها مع الرز وممكن تاكليها بالعيش. بجد طعمها رهيب جدا جدا، هتفرق معاكم في الطعم. التتبيله دي في اللحوم بجد رهيبه. شايفين لونها عامل ازاي؟ لونها خطير، لونها ذهبي ودايبه. هوريها لكم. شايفين همسك كده قطعه من اللحمه واوريكم ان هي دايبه جدا جدا. طعمها كده رهيب، والفحمية هتديني كمان طعم الشوي. شايفين اللحمة دايبة ازاي؟ بجد رهيبة. وكمان الريش دايبة خالص. بجد وصفة سهلة جدا وعجبتني جدا، وان شاء الله تطبقوها وتعجبكم. وممكن تخلوها في كل اللحوم، مش فراخ بقى، مش لحمة بس. الطحينة قدمتها مع الطحينة وعملت معاها رز والسلطة. بجد رهيبة. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني للفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.